ست ساعات فقط كانت كافية لتأجيل النصر الذي قيل أنه منتظر، وكانت الهزيمة. دول 5 تسقط في ساعات 6 لتبدأ دورة جديدة للتاريخ مع العرب من هنا ومع هؤلاء. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير. أن الشرق أصيب بنفسه، أن العرب خسروا معركة، لكن يحكم علينا التاريخ كخونة، يحكم علينا التاريخ كمنهزمين، يحكم علينا التاريخ بأننا قصرنا في الوجه بتاعنا. إذا كان قابلنا هذه الهزيمة وإذا كان قابلنا هذه النكسة، الجزائر ما تقبلش الهزيمة، أن الجزائر لن تقبل هزيمة أبدا. هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات نتاعها؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات البشرية الهائلة؟ هل الأمة العربية استعملت كل الطاقات المادية الهائلة اللي راه بنيتها اليوم؟ هل الأمة العربية استعملت كل الأسلحة حتى تقول بأنها خسرت المعركة؟ لا، ما خسرناش الحرب لأن ما استعملناش كل الوسائل بتاعنا، ما خسرناش الحرب لأن ما استعملناش كل الأسلحة. رد الفعل كان سريع جدا، وطبعا القرار الأول في الميدان العسكري هو إرسال قوات جزائرية للوقوف مع الإخوان في مصر. القرار جسد في يومه وكان واجبا قبل أن يكون اختيار. الوحدات جمعت والمبدأ كان الشهادة أو الانتصار. كل حال ما راكم ماشيين، راكم حاملين معاكم كل المجد نتاع الأجيال السابقة، المجد نتاع المجاهدين نتاع الأمير عبد القادر، وكذلك راكم حاملين معاكم كل المجد نتاع جيش التحرير، راكم حاملين على أكتافكم المجد، راكم حاملين على أكتافكم مجد ثقيل اللي هو المجد نتاع 1.5 مليون نتاع الشهداء. هذا المجد أيها الإخوة، هذا 1.5 مليون نتاع الشهداء راكم حاملينه على كل حال، ولازم تشرفوه. احنا نطلب منكم شيء واحد، الشعب على كل حال الجزائري يطلب منكم شيء واحد، الأمهات الجزائريات اللي كانوا يزغرتوا على أبنائهم لما يخرجوا على كل حال الحرب ويخرجوا بصدور عارية، هؤلاء الأمهات حتى وإن كان ما زالوا ما مسحوش كل الدموع نتاعهم، هؤلاء الأمهات راهم اليوم مستعدات باش يزغرتوا عليكم شهداء ويزغرتوا عليكم منتصرين. فأمامكم طريقين، طريق الاستشهاد وطريق الانتصار. هو كان بينه وبين مصر سحابة صيف، ومع ذلك كما تعرف أنه أرسل قوات، وليس هذا فقط، ولكن ذهب إلى القاهرة، ومن القاهرة ذهب إلى سوريا، ثم بعد ذلك ذهب ليعرف احتياجاتهم عشان يعني يطلع على الاحتياجات التي يريدونها، ثم ذهب إلى الاتحاد السوفيتي.
قال لهم الآن وفورا تحركون دبابات إلى مصر وإلى سوريا وأسلحة بدل التي فقدها السوريون والمصريون في المعارك. فقالوا له هذا يعني أبدوا له بعض أنه هذا سيأتي على يعني أعطينا فرصة. قال لهم إذا كانت هذه الفرصة المال فالجزائر ستتحمل المال. ودفع في ذلك الحين شيك ب$200 مليون دفعهم فورا للاتحاد السوفيتي. وكان زمانها ال$200 مليون يعني 200 مليون يعني كأنك في ذلك الوقت كأنك في ذلك الحين تدفع $2000 مليون. يعني ال$200 مليون في ذلك في 67 أكننا الآن ندفع $2000 مليون دفعهم للاتحاد السوفيتي ليسرع في إرسال الأسلحة إلى مصر وإلى سوريا.